اهلا متابعينا، يا رب كلكم تكونوا بخير وصحه وسعاده وسلام دائما وابدا. السلام والمحبه لكل اللي بيسمعنا على وجه الكره الارضيه، من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها. يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده احنا حلقتنا هنرد الرد التاني على الاوباش، امثال حسنيه واللي عاملين نفسهم مثاليين واخلاقهم عاليه ومرتقيين وقراراتهم نظيفه وملايكه، واللي عاملين نفسهم مستعارين بيهددوا الناس بكل منتهى البجاحه وقله ادب. تعالى يا حسنيه يا حبيبي، تعالى. انا قلت في فيوسات اتسربت مش ليك، فيوسات اتسربت بتثبت انك انت كنت بتتلقى صور اباحيه. اظن انت الامن بالواجب، وفضحتك على مرأى ومسمع من العالم. فركن على جنب عشان انت قضيتك خسرانة. مفيش مسمى اخلاقي ولا ديني ولا اي وازع تحب تخش منه يبيح الكلام ده، فانت معرور، قريتك معاك يعني. اذا كنت تقدر تطلع تنكر انك انت ما تلقيتش عندك صور اباحية وتبادلتها، فدي تبقى مشكلتك. اما القاسي والداني عرف ده. اما موضوع بقى تسولك ونصبك على الناس والحوارات اللي انت كنت عايش فيها ومش عارف تعملها دلوقتي وهتموت يا عيني، الدنيا كلها عارفاها وسمعتها في بثات معلنة للعلن والناس كلها شافتها. يعني انا مش بتكلم باسم حد بعينه، انا الاول كنت بدافع لما كنت بتشتمهم، ولما عملت تصالح ما يشغلنيش الموضوع، بس اللي يشغلني انك انت كنت بتتسول على الناس بطرق غير مشروعة وبحاجة غير مشروعة، مع العلم انك انت قلت في فيديو ليا انا راجل ما يهمنيش حاجة وما يهمنيش شغل، انا فلوسي معايا وبصرف براحتي. الله، ولما انت معاك فلوس وكنت بتصرف براحتك، امال كنت من 5-6 اشهر بتتسول ليه؟ ومن سنة كنت بتتسول ليه؟ لما انت معاك وبرضه في حلقة تانية قلت لقناة فنجان قهوة انا راجل معايا فلوس وبصرف ومحدش ليه عندي حاجة. الله، ما الفلوس ظهرت دي منين؟ بالتسول؟ ولا انت كنت فاتح بقالة تحت البيت؟ فهمنا. انا بس بثبت للناس اللي كانت بتدفع فلوس وملصقات للاشكال دي قبل وبعد، لما بيجي يردوا احنا معانا فلوس ومرتاحين وربنا ساترها، لكن لما كانوا بيتسولوا احنا مش لاقيين وعايزين نعمل حمام عشان مش عارفين نقعد، وعايزين ركنه عشان مفيش مكان اقعد فيه مش ده انت كنت بتعمل كده؟ وامي وسبوها وبيسبوا ميتة، مع انك انت بالعلم انك انت سبيت اموات، وبرضه ما طلعناش ردنا عليك قله الادب بقله ادب. فانت يا حبيبي مفضوح والدنيا كلها عرفتك. اما بقى عن القناه اللي ما تسويش حساب وما كملتش 1000 مشترك والحكايه والروايه وقعدت تعيط وتعمل كده زي البنات، يا حبيبي احب اطمنك ان الفيديو بتاعي شاف مشاهدات اكتر من مشاهداتك اللي انت ناشرها من 3 ايام، مش من امبارح ولا اول. يا قناه يا 10000 يا اللي انت نشرت الفيديو عندك منتدى، يعني احنا بنتكلم في 11000 متابع كان المفروض يتفرجوا على الفيديو. شفنا عندك، عديت لك التعليقات بالعدد 26 تعليق على الفيديو، 91 لايك 17 ديسلايك، عديتهم لك بالظبط. تعالى بقى بص عندي يا حبيبي في التعليقات، هتلاقي 36 و700 حاجه و30 مشاهده اكتر منك، واللايكات مع الديس واللايك يساويك واكتر. فهمت بقى يا حبيبي القصة؟ فده بيدلل ان قناتك كلها فيها اكتر من 9000 بني ادم فيك ملهمش وجود، والقناة اللي انت كنت بتعتبرها حساب جايبة مشاهدات اعلى منك. يا سبحان الله يا اخي. وانا بشكرك جدا على شوية المشاهدين اللي جم من عندك جداد عندنا، ومتشكر جدا ليك على شوية المتابعين اللي جم عملوا اشتراك للقناة. شكرا يا حبيبي على المجاملة الجميلة دي منك، ونشكركم على حسن تعاونكم معنا. ماشي يا امور، دي قصتك. وبالمناسبة يا ريت قبل ما اقفل حوارك انا عايز اعرف معلومات منك عن شقة العجوزة، عشان الموضوع كبير، واوعى تكون طمعان في محلاوي او اكرامي مالهمش في الموضوع ده، صدقني. نخش بقى على واحدة طلعت بتقول انا مثالية وانا اخلاقي عالية واخلاقنا. المهم انا دخلت بس عند واحدة في يوم من الايام وكانوا هم معايا على نفس البث. المهم انا عمري ما اتكلمت عن الشخصية دي ولا جوزها خالص خالص، حتى في عز موقعة البصل ما طلعتش اتكلمت. كنت قاعد متابع زي المتابعين، ما قلتش كلمة ولا لفظ تخصهم، ولا بخير ولا بشر. تخيلوا بقى، انا عايزة تطلع تجيب لي سكرين واحد اتكلمت فيه عليها او على جوزها او على بنتها.
سمحت ان القذر حسنية دوت يخش عندها يعمل مداخلة، ماشي حقك. ذكر اسم قناتي وماله، سكتي ما دفعتيش ولا قلتي لا الراجل احنا مش في خصومه معاه ولا لينا دعوه بيه ولا هو بيتكلم علينا، لا ما اتكلمتيش، قعدتي بسم الله ما شاء الله تعملي كده تمثيل، ماشي. حتى جوزك المحترم ما فكرش ان هو حتى يطلع يرد للراجل احنا ما فيش خصومه معاه وكنا عاملين معاه، كان معانا في مداخله ما كملتش 3 اسابيع ما ردش، ما علينا. طلعتوا سميتونا باليهود، انا مش فاهم ليه. طب انا هرد عليك رد واحد بخصوص اليهود بخلاف موقعة البصل لان دي ليها موضوع تاني. اذا كنت انت شايفانا يهود وانت ما بلغتيش عننا فانت تبقي خاينه من الاخر كده. لو انت شايفانا ان احنا كاصحاب قنوات، بلاش قنوات، حسابات على قدها، اسرائيليين او يهوديين وما رحتيش بلغت علينا تبقي خاينه. انا بكرر الكلمه تاني وانا عارف انا بقول ايه. انا عمري ما تناولتك ولا تناولت جوزك ولا تناولت حد من ولادك ولا عمري اشتركت في ده، ولا حتى صاحبتك عمري ذكرتها ولا بخير ولا بشر. فكونك انك انت تسمحي بالتشهير بيا على قناتك فانا هطلع ارد وده حقي، واعملي اللي تعمليه. انا ولا بخاف ولا بتهدد ولا قابلني ولا الجو التعبان ده ما بيشغلنيش. احنا بيننا وما بينك لو فيه هيبقى قانون عشان تكوني في الصوره وانتظري المفاجآت اللي جايه لك. يعني احنا شفناها امبارح على الخاص، بتنتظريها يعني. وبرده كله بالادب وبالاخلاق. انت كده حوارك منهي. موقعة البصل اللي انتوا رحتوا حللتوها، هو ينفع حد يتهجم على بيوت الناس؟ اصل سبت بنتي وعملت. طب ليه ما رحتيش عملتي محضر وخدت حقك بالقانون؟ ولا هو القانون في مواطن معينه ومواطن تانية لا؟ هو انت ناسه انك انت ما تروح عند بيت حد وتزعقي معاه او تحاولي تخشي بيته، مش ده تهجم برضه ولا انا بيتهيألي؟ عموما برضه الموضوع ده القانون اللي هيفصل فيه مش انا ولا انت، ماشي. انا برضه تاني بكرر قدام كل المتابعين حتى اللي هيجي من عندك يتفرج، انا عمري ما ذكرتك ولا بخير ولا بشر، ولا ذكرت جوزك ولا بخير ولا بشر، ولا ذكرت صاحبتك ولا بخير ولا بشر، بل دخلت بكل احترام معاكم في مداخلة على قناة واحدة هنتكلم عنها برضو قدام وبالأدب. أنا مش بقل أدبي. طالعين تسبوا في رشا الإسكندرانية وليها وعليها وليها صور وفيوسات. الله، مش رشا دي كانت من أقل من شهر أو من 3 أسابيع كانت معاكم؟ هو انتوا ما افتكرتوش الكلام ده غير بعد ما سابتكم وطلعت ترد عليكم ولقيتكم في ايكوا زفت وتحتيكوا زفت؟ دلوقتي افتكرتوا ان رشا عندها؟ طب رشا بتنكر كل ده وبتقول الحاجات دي ملفقه كده، زي ما مدام ماجده طلعت نفت وقالت كل اللي انتوا كنتوا بتنشروه عنها ملفق ومتركب وخدت بيه حكم محكمه كمان. اطلعوا بقى انكروا ده. تحب اركب لكم اي مقطع لاي حد ليه عندي ملفات صوتيه وخليه يقول اللي هو عايزه؟ اقدر باسهل برنامج واتفه برنامج. فما تطلعوش تكذبوا الكذبه وتصدقوها. تمام؟ ده بالنسبه لرشا الاسكندرانيه. بتقفلوا قنوات دلوقتي مع انكم انتوا عيطتوا في اقل من شهر انكم ده قطع ارزاق وقطع الاعناق ولا قطع الارزاق وكلام من ده. حلو، احترمناه كلنا وكلنا غلطنا اللي يحاول يقفل قنوات حد. لكن لما تطلع تتناولني وتحط صوري، ده ما اسموش نقد، ده اسمه قله ادب. ما سموهوش نقد. انت لو عايز تنتقدني انتقد محتواي ما فيش مشكله، ومش مهم تذكرني بالاسم. انا بقعد اتكلم عليكم وهو ما بذكركوش باي اسم، ما حددتش اسماء. ايه المشكله؟ ما كل واحد معروف تمامه فين وعارف هو عمل ايه. واليوتيوب اللي انتوا فاكرينه دوله بيت صغير مش كبير، كل منطقه فيه معروف ركنها فيه مين ومين ومين ومين. ايمن العالم الاخر، محلاوي، بلطجيه، مش عارف ايه، على الفاضي على الجميز. مش دول اللي كنت بتستغيثوا بيهم من كام شهر ومن كام يوم ان هم يوقفوا تراشق وكنت بتتحايلوا عليهم وانا ليا عندك حق وليا عندك مستحق؟ مش ايمن العالم الاخر ده اللي كنت بتطلعوه يعمل عمليات لناس انتوا كانت ضدكم في يوم من الايام؟ مش هو دوت؟ دلوقتي بقى كخه لما طلع وعرف حجم فضايحكم وحجم القذاره بقى فيه وفيه وفيه وفيه. زعلانين قوي ان قلت ان محلاوي بيضحكني. فعلا محلاوي ليه افيهات احيانا بتضحكني، يعني ايه المشكله في كده؟ ده حقيقي. واكرامي نفسه ليه افيهات بتفطسنا الواحد من الضحك، وايمن العالم الاخر نفس الموضوع. بس برضه ما رحتش ضحكت عليكم انتوا شخصيا، بيبقى افيهايه متقاله وسط لايف وسط فيديو مش على حد بعينه. مش دول الناس اللي كنت بتخشوا قنواتها وعاش يا فلان وعاش يا كبير؟ مش هم دول ولا حد غيرهم؟
طلعوا يردوا عليكم وعرفوا حقيقتكم بقوا وحشين دلوقتي وكخة. بسم الله ما شاء الله يا سبحان الله. ملكوش اي منطق. يعني رشا دي كانت من اسبوعين 3 كانت ما بينكم، كانت معاكم، دلوقتي بقت فيها العبر وفويساتها طلعت وصورها طلعت اللي هي فيك، واحنا كلنا عارفين دوت وانتوا نفسكم عارفين ده. ماشي. اما بقى الواد اللي كان طالع يشهر بيها ويقول كبده ومش كبده، يا ابني يا حبيبي ده لو جابت عيل صغير من لبان هيغتصبك، والله العظيم 3 هيغتصبك. اعرف انت بتتكلم عن مين وفي اي منطقه. انت ما تقدرش تخرج من المنطقه اللي انت قاعد فيها، تخاف تعيا تموت. اطلع كده قابل اي حد بره في اي حته يا عم، استرجل وروح قابلهم في منطقه وسط، ولا هنا ولا هنا ولا تعرف. فبلاش تتك يا ابني. انت هفق والدنيا كلها عارفاك، ومن بعد ممارسات الشحاته والنصب اتكشفت، فانت قاعد هتموت يا عيني. حتى المشاهدات بتاعتك، انا عملت لك مقارنه ما بين قناتي وقناتك وعرض لهم دلوقتي الفيديو اللي انت بقالك 3 ايام نشره له جاب كام وعمل ايه. في 26 تعليق فقط، انا عندي 36 تعليق. ده زادوا 2 دلوقتي من واحده تبعكم، ما علينا. شوف في كام لايك عندك وشوف في كام لايك. الله، امال القناه اللي تساوي 11000، قناتين اللي يساوي 11000 هي ومنتداها، دول كل اللي علقوا عندك؟ عرفت بقى ان قناه اكتر من 9000 ونص فيها فيك، مش موجودين، مالهمش وجود. صدقت يا حبيبي، عرفت تمامك. وعرفت ان ممكن اللي انت القناه اللي انت بتعتبرها حساب تبقى تفعيلها وتشغيلها اعلى منك بكتير. فهمت؟ فالناس عرفت حقيقتكم. اللي يطلع يقول لي انا قناتي 40000 وابص الاقي 150 واحد بيعلق عنده، انت فيك، وال 40000 دول فيك شبهك. اللي يطلع يقول لي انا قناتي 10000 واللي بيعلق عنده 200 300، انت ما تسويش غير ال 200 300 اللي دخلوا عندك وعملوا لك لايك وعلقوا. اكتر من كده ما تلاقيش يا حماده، بلح يعني زي ما بيقولوا. نفس الوضعيه دي في القنوات اللي عامله 240000 و250000 وبنبص نلاقي التعليقات عندها 100 ونلاقي لايكات 80 و70. فانت يعني ايه اللي فرق ما بيني وما بينك بقى كده؟ حته المنتدى حاضر نفعله لكم، حاضر، عشان يبقى في منتدى بس مش اكتر ولا اقل. نيجي بقى للي طالع يبلطج على امه لا اله الا الله امبارح ويهدد دي ويهدد دي ويهدد ده، وهعمل دوت وهودي دوت وهسلغ دوت وهحبس دوت، وانا ما خدتش الحيطه معايا انت ما بتعرفش تعمل حاجه، واللي بيعمل ما بيقولش، ده مبدئيا كده. فما تطلعش ما كانتش نمره هابطه حاولت تعملها وفشلت وجات عليك بخراب، طالع النهارده وفي كام بس من كام بس تحاول تتصالح مع الناس بطرق غير مشروعه. الكلام ده مش هياكل مع ناس تانية. اذا كان كل مع حد فهو براحته، لكن مش هياكل مع كل الناس. في ناس بتعيش احرار وتموت احرار وما بتسيبش حقها، وحقها هتاخده بالقانون حتى لو اخر حاجه هتعملها. تقفل لها بقى قنوات، تهددها، تبلطج. طبعا البلطجه دي مش بمجهودك عشان تكون في الصوره يعني. ترهب، تخوف. انت بالنسبه لنا مش متشاف ولا حاجه، فانت تعمل اللي تعمله انت واولادك بسم الله ما شاء الله. ما تشغلوناش. الحمد لله الدنيا كلها امبارح حطت عليك وعرفتك تمامك. استاذ رباب قامت بالواجب، رشا قامت بالواجب، محلاوي قام بالواجب، قناه فنجان قهوه قامت بالواجب، استاذ كمال ومراته قاموا بالواجب. مفيش حد بصراحه امبارح ما طلعش رصهم لك. فانت بقى ايه شغال على الفيديوهات اللي هي بتاعت الترندات، مش عارف يعني تجيب ترند، فتفعيل قليل، فتبتدي ايه تتناول الناس تاني. فلما تتناول الناس تاني تطلع بقى يبقى في صراع زي ما انت شفت كده، فالناس هتتكلم عليا فانا هبقى هعدي. انت حجمك بحجم اللي بيعلقوا عندك وبيعملوا لك لايكات، اكتر من كده ما تلاقيش. تقول لي اصل القناه فيها 40 فيها 50، هي دي الحقيقه. ده الكلام ده عليا وعلى غيري وعلى غيري. جميل. الناس دي ما بتتهددش، الناس دي هتاخد حقها وبالقانون، وان عدتم عدنا. ماشي. طالع تهرج حضرتك وكاتب لحسنية تعليق تقول له انت كده هتشهره. تشهر مين؟ ده انتوا تعروا بلد انت وهو في وقت واحد. يشهر مين يا كابتن؟ ده انتوا تعروا بلد بحالها، يشهر مين؟ هو انا اللي كنت تناولتك زمان الاول ولا انت؟ مش انت برضو اللي دخلت تحكها وتقول اركن على جنب واعمل
فعشان تبقى عارف حجمك يعني. فاحنا ما بدأناش معاك بأي صراع، فلما تيجي تبدأ بقى ونديك فوق نافوخك ترجعش تزعل. وكفاية اللي معمول فيك على منتدى اليوتيوب. في واحدة بقى طالعة اللي هي بتاعت قال الله وقال الرسول ديت بالكذب، واللي كانت عايزة تستحل العقوق بتاع الأبناء للآباء. فده والله العظيم بياخدوا من الدين جزء ويسيبوا جزء، يقطعوا على قد اللي هم فيه ويركنوا الباقي. وانا تاني بكررها زي ما كررتها لك قبل كده، يا بتاعت ما تسيبناش وتمشي والنبي هنموت من الجوع. لا احنا ملناش ظهري من غيرك، انت لازم تفضل معانا. دي حقيقتك، هو نفس المشهد اللي انت شفتيه دوت. فبطلوا بقى انفاق ورياء، ولما تيجي اتكلموا كلام موزون يقبلوا العقل والمنطق. في ناس ما بيننا متدينه لما تطلعي تقولي اصل في حقوق اباء زي ما في حقوق ابناء، انت بتحللي ايه؟ ردينا عليك في فيديو ما ردتيش، فاركني على جنب، فكله عرفك انك انت لا مؤاخذه منافقه. والمنافقه دي مش شتيمه عشان ما ترجعيش تحسبي الكلمه عليا، دي صفه. زي مسيلمه الكذاب اللي انت بتحللي له كل حاجه بالظبط. فانتوا مش متشافين واحنا مش شايفينكم، بس انتوا اللي بتطلعوا كل كام يوم تحكوها فينا بكل اسف. فمن دق الباب لقى الجواب. اللي عامل فيها بلطجي جوز ستات امبارح قالوا احنا مستنيينك قدامك 24 ساعه، محدش راح لهم يعني لحد دلوقتي. ولو راح لهم برضه هيلاقي الجواب من الناس وبالقانون الاتنين تاتو. والكلام ده برضه ينطبق على كل اللي اتهددوا امبارح. الناس كلها مستنياك، اتفضل يلا بارز، ولا انت هتوزع اللحمه السنه دي؟ ادينا مستنيين لحمتك. بس انت خلي بالك لسه ما خرجتش من قضيه الكحك اللي اتنشرت في كل الجرايد. فانت عايز تخرج من الحته دي، مش عارف يا عيني، ما تخليهاش تبقى كحك ولحمه، ولا انت شايف ايه؟ مفيش باطل بينتصر، مفيش بلطجه بتنتصر، مفيش سب اعراض للناس وسكوتهم بسكوتهم هينتصر. انسوا ده، لكل فعل رد فعل. نشرت صور ناس، في لقيت اللي نشر صور مراتك وعيالك وبهدلك. هي الدنيا كده، داين تدان. زي بالظبط اللي سربت فويسات وطلعت اتكلمت، سبحان الله لقوا اللي اتكلموا عليها. حتى اللي طلعوا يسبوا عرض اللي منهم لقوا اللي يسب عرض بنتهم. ارتقوا عشان ربنا يكرمكم، احنا في ايام مفترجة. معلش انا اسف، الفيديو تقريبا طويل شوية، بس يا ريت تسامحوني. ولو كنتم وصلتوا معايا لاخر الفيديو فيبقى شكرا جدا ليكم. السلام عليكم.